بعض الشباب يعانون من حالة تسمى انسداد عنق المثانة الأولي. هذا يسبب لهم صعوبة في التبول مع تدفق بطيء للبول. الكثير من هؤلاء الشباب يستجيبون لأدوية تسمى حصرات ألفن، لكن بالنسبة للذين لا يستجيبون، هناك إجراء جديد يمكن أن يوفر لهم فوائد ويعالج المشكلة اللي عندهم من غير ما يسبب أي مشاكل جديدة في آلية القذف عندهم. الخين، مثل ما تشوفون، الإجراء الجراحي لهؤلاء الرجال يسمى شق عنق المثانة، وفيه إجراء جديد اسمه شق عنق المثانة مع الحفاظ على القذف، واللي ممكن يتم عشان يحافظ على آلية القذف وفي نفس الوقت يخفف الانسداد. هذا الإجراء يعطي نتائج طويلة الأمد وسهل في التنفيذ. يأخذ تقريبا 15 دقيقة تحت تخدير عام خفيف، والمريض غالبا يقدر يروح البيت في نفس اليوم أو اليوم اللي بعده. ممكن فعلا يكون هذا الإبراء مغير للحياة لبعضه الشباب أو حتى المراهقين اللي يمكن عنوا من صعوبة التبول لشهور أو حتى سنوات قبل ما يحصلون على العلاج النهائي.